كل عام وحضراتكم بخير، وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات والمسرات. كل الناس معيده الا لعيبه الاهلي. النهارده لعيبه الاهلي في استاد التتش بتستعد لمباراه البنك الاهلي بكره ان شاء الله. مباراه مهمه جدا هتحسم وهتقرب الاهلي من الفوز بدرع الدوري ضد البنك الاهلي على ملعب استاد القاهره. كولر كتب رساله باللغه العربيه هنى فيها الشعب المصري وجماهير النادي الاهلي. كولر في ماتش منتخب السويس الماتش اللي فات كان مريح اللاعبين الاساسيين، وبعد الماتش كان غاضب جدا من تجربه مباراه منتخب السويس في كاس مصر. كولر من اهم ميزاته ان هو شغال تدوير جوه الفريق، وبعد مباراة منتخب السويس قرر ان هو يرجع كل الاساسيين لحسم الدوري. ومباراة بكره ان شاء الله مهمة جدا لكولر وكأنها نهائي كاس افريقيا. كولر عامل حساباته كويس جدا ومفيش هزار، واللعيبه اللي 90% هتشارك: الشناوي، ياسر ابراهيم، علي معلول، محمد هاني، عبد المنعم، حسين الشحات، حمدي فتحي، مروان عطيه، مجدي قفشه، وتاو كهربا. كولر عامل حساب التحكيم كويس جدا، وعامل حساب كويس جدا ان ممكن التحكيم يبوظ له ماتش من المباريات المتبقيه. مصطفى شوبير جدد للنادي الاهلي في سكوت تام، وبصراحه مكسب كبير وحارس كبير جدا للنادي الاهلي، وكسبنا حارس كبير. اسمع، مصطفى شوبير جدد للاهلي من غير ما يعرف هياخد كام. ده النادي الاهلي اللي اي لاعب بيمضي وهو مغمض عيونه، مش ناس تاني بتاخد العقود وتقول له هوريها لماما وتديك على قفاك. احلى بقى في الموضوع بقى ان احمد شوبير كتب تعليق عجبني جدا. قال لمصطفى شوبير ان لو الاهلي عايز منك فلوس انت اللي تدفع، شرف ليك انك تلعب جوه النادي الاهلي، لان خير الاهلي عليك وعلى ابوك وعلى اللي خلفوك. ودي حاجه كويسه جدا من الكابتن احمد شوبير، كابتن مصر وحارس النادي الاهلي في التسعينات، اللي ما انكرش خير الاهلي عليه لحد النهارده، عارف ان الاهلي ليه خير وفضل عليه. ده تعليق لاعب كان في النادي الاهلي زمان، وده الاهلي يا ساده.